اهلا بكم فيديو جديد. معاكم مارو من قلب نيويورك زي ما انتم شايفين، واحنا النهارده هنطلع على اعلى مكان في نيويورك. مش عارف اجيبها ازاي، اهو اعلى مكان في نيويورك. كان عايز يعدي. المهم اعلى مكان في نيويورك هنطلع المكان ده. المكان ده عباره عن برج طويل عريض. البرج الطويل العريض ده فيه الازاز ده بيبص على الشارع كله من تحت. انا دلوقتي هصور لكم المكان وهنطلع فوق. متنسوش تعمل فولو على الانستجرام، هسيب لكم الاكونت بتاع الانستجرام هنا. يلا بينا نبدا الفيديو من غير كلام كتير. يلا بينا. ما البتاع ده بيوترني، بيلف ده، مش عارف ليه بجد هو بيوترني. بس خلينا نشوف ليه قصدي خلينا نشوف قصدي هو المحلات اللي موجوده هنا اهو. بصوا ايدج رقم 4 نطلع فوق عشان نطلع فوق فهناخده. طيب معلومة، المكان عاملين فيه مول، يعني عشان نطلع اول حاجة البرج اللي فوق دوت هو في الدور الرابع. عشان تطلع له بتعدي على مول، يعني كان في فلور تحت اهو تمام، ده الفلور التاني ولسه هنكمل. بصوا H&M ده من النوع اللي هو ايه سمارت واي ان هم يجيبوا فلوس، يعني فاهمين؟ هو انت بتعدي تلاقي محلات اكل وشرب ملابس مش عارف ايه فتشتري كده، مش اللي هو المكان بس او البرج بس. ماركتينج كريزي اقسم بالله، وامريكا بتعرف تعمل فلوس حرفيا. فبس المهم فهنطلع دلوقتي البرج وهوريكم المكان. معظم الناس عارفاني ان انا بخاف من المرتفعات، ودي اعتقد تاني مره اعمل حاجه في المرتفعات. اعتقد عملت هليكوبتر في لاس فيجاس، فمش عارف دي هتبقى الحاجه. عملت ايه تاني في العالي مش فاكر والله، بس عملت حاجتين صعبين يعني. طيب $67 فور 2 تيكتس. هتقول لي ليه 2 تيكتس؟ المهم نلحق بس. الساعه 12:30 الظهر المكان التاني اللي قدامنا هنروحه، وده الساعة 11 يعني العشرة اللي هو دلوقتي المفروض نلحق يعني. يلا بينا. طيب احنا دلوقتي دخلنا. انا هحاول اصور لكم كل حاجة بحذافيرها يعني. على فكرة في انواع كتيرة جدا من التيكتس، مش دي بس. بس غالية يعني. في بقى اللي انت تاخد الحبل وتقف على بره والحاجات في هنا ستور الاول هو زي ما انتم شايفين. المهم ففي حاجات كتيرة جدا انا الصراحة مش هعملها، وانا اصلا بخاف منها. بس المكان شكله جامد جدا جدا جدا. اعتقد في لاين انا اخش فيه دلوقتي عشان نطلع البرج ده. بس بصوا المنظر عامل ازاي من فوق من كل حتة. بصوا السقف عامل ازاي، شكله جامد جدا الصراحة. فيلا بينا. طول ما احنا ماشيين بيخلونا نستكشف حاجات وكاتبين حاجات، كاتبين لك البيلدينج عامل ازاي، في تحت ايه وفي فوق ايه وفي مش عارف ايه في ايه. المهم هحاول اوصل لكم كل حاجه. المكان هنا مخدع للبصر، انا خايف وانا معدي. بس بصوا يا لهوي، شايفين المنظر عامل ازاي؟ انا ده في ازاز، انا والله مش شايف بجد، مش هزار. بس كده المكان نور. بصوا المنظر عامل ازاي يا جدعان. سكريشن كمان هير. اوكي هم عايزين نطلع المكان ينجزوا. بص المكان عامل ازاي. بص ده. بص ده The Amazing Graphics. ماشي خلينا نشوف The Amazing Graphics. عاملين شاشات وحاجات. بصوا كويس. انا على فكره مش متوقع كده، كنت بفكر ان احنا نطلع بس وخلاص وصلنا الدور وناخد اللفه فوق وخلاص. بص المنظر عامل ازاي. طب احنا وصلنا للدور رقم 101. بصوا والله نيويورك كلها اهي. الدور رقم 101 واخدوا في حوالي 3 ثواني او اقل من 3 ثواني. تخيلوا من الدور رقم 5 ولا حاجه لحد 101، اقسم بالله العظيم في ثواني. يعني انا دماغي جالها حاجه بس الصراحه ما حسيتش بيها يعني، بس الصراحه برضو مرعبه يعني. المهم انا شايف حاجات مرعبه من دلوقتي، فانا متحمس جدا اوريكم الحاجات دي اقسم بالله. بص ايه، مقتنعين ان احنا في الدور ال100 وحاجه. تبصوا العربيه عامله زي النمل ازاي. انا ما بهزرش يا جماعه، المنظر في الحقيقه جامد جدا بجد. انا خايف انزل. عاملين هنا مشروبات وعصاير وحاجات. بصوا السياح في كل حته. نطلع بره اهو على المكان. تعالوا ننزل نشوف. بصوا المنظر عامل ازاي. بصوا نيويورك كلها من فوق ازاي. شايفين المنظر بجد شكلهم جامد جدا. طب احنا دلوقتي هنطلع بره. بصوا كل الناس بتاخد صور
ف طبعا يا ربنا يستر بس ونلاقي دورنا. انا هتصور الصراحه، مش هكدب عليكم. يلا بينا نخش. بقول لكم البتاع ده بيوترني، مش تصدقوني. بصوا احنا في اوعى على الهوا، يا لهوي. بصوا المنظر عامل ازاي، بصوا المنظر عامل ازاي، بصوا المنظر عامل ازاي. الناس بتاخد بصور الدنيا هنا يعني شكلها، يا لهوي. استنى مقتنعين كمية السياح وكمية الناس اللي جايين من العالم. أنا سامع لغات الدنيا والآخرة والله العظيم. بص المنظر عامل ازاي يا جدعان. نيويورك كلها تحتينا، كلها، يا الله. عاملين مكان هنا برضو تجيب يعني زي اكسسوارز ولا حاجات تذكارية يعني زي ما انتم شايفين. تمام. بعد كده برضو في بقى لو انت مش قادر تستحمل الهواء عشان الهواء فوق عالي جدا والرياح يعني، ممكن تخش بقى من عند الازاز تتفرج على نيويورك كلها. بصوا في طيارات هناك، بصوا الشوارع عامله ازاي من فوق، بصوا المباني العاليه عامله ازاي. على فكره انتوا شايفينها صغيره عشان هي بعيده وانا عامل العدسه وايد، يعني انا لو رجعت العدسه عادي تبقى قريبه شويه ممكن اقربها اكتر. بصوا المباني عامله ازاي، بصوا ممكن اجيبها اكتر، شايفين؟ بصوا شايفين ده اللي انا بتكلم فيه كده. انا عاملها وايد، فالمنظر بالنسبه لكم في الصورة ممكن يبان عادي أو في الفيديو يبان عادي، بس هو في الحقيقة بجد يعني خرافي يعني، أو مرعب كمان. طيب واحنا دلوقتي بعد ما خرجنا من المكان اللي هو فيه 101 دور ده، رحنا عن المكان ده اسمه فيزل حاجة زي كده. أنا مش هكدب عليكم، بعد 6 سنين في أمريكا مش عارف أنطق اسمه، فعشان في كذا واحد عدى قدامي دلوقتي نطقوا باسم شكل، بس انا عارف ان هما كده كل الناس جايه هنا يعني سياح وكده، بس ما عرفتش اسمه صحيح ايه صراحه يعني. المهم اسيب لكم اسمه عادي اهو، المكان اهو، اسيب لكم اسمه قبل ما نطلعوا. احنا خدنا التيكت. انا الصراحه متحمس جدا، فيلا بينا. طيب احنا دلوقتي دخلنا المكان. بصوا المكان عامل ازاي، عباره عن سلالم. تمام. المفروض بنطلعها في حواديات وكمان بنشوف نفسنا. هوريكم دلوقتي، نطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هطلع كل السلالم الصراحه يا جماعه عشان بس ايه نبقى صريح معاكم. تمام. سواء المكان كله هو ده بس اللي يعني هو ب 10 دولار. تمام. وقت عطس فوقي. المهم خلينا نطلع. ممكن ساعات ممكن في حاجه فوق انا مش عارفها، بس ايه هنستكشف مع بعض دلوقتي عشان اول مره اطلع. في ناس بتريح دماغها تطلع بطنسيه، بس هما لما بيطلعوا فوق ماشي اسمه دوت هيلاقوا اعلى مكان ليكي وخلاص. ذاتس ات. احنا اوريدي طلعنا المكان اللي هو التاني، بس انا قلت اوريكم المكان ده. بصوا المنظر عامل ازاي، الهواء جامد جدا بجد. بصوا الفيو من هنا كمان، بس تعالوا نطلع فوق ونشوف. اعتقد ان انا ما شفتش في حياتي حاجات معموله بديتيلز زي كده الصراحه يعني. بعد ما طلعنا حبه حلوين طلع اللي فهمته ان هي يبان لك ان هي قريبه، بس يعني هي مش قريبه ولا حاجه. المهم زي ما انتم شايفين ده المنظر. لسه هنزود شويه. يعني انا تعبت، انا بروح الجيم وتعبت. المهم بصوا في هنا H&M قدامنا الناحيه التانيه. تمام. هما البرجين مساويين لبعض او المكانين مساويين لبعض. بصوا فهو شكله مخيف شويه وانت بتطلعوا تحديدا. بس بما ان دي اول مره في حياتي اروح فيها نيويورك، فانا حابب اقول الصراحه يا جماعه ان فيها كميه حاجات تتعمل كتيره جدا، ولكن عازما تصرف مصاريف غير عاديه بجد. الفنادق غاليه جدا، اوبر غالي جدا، لو هيأجر عربيه غاليه جدا. فبجد الموضوع محزن يعني، مش محزن بس عادي، ما هو اكيد انت رايح اجازه لازم تصرف، والصراحه مكلفه جامد. بس فانا حابب اوريكم الفيديو دوت واحنا بنحكي في الكلام ده. بس فده اللي انا شايفه. المهم انا صراحه مبسوط الحمد لله. دول مكانين كانوا موجودين في نيويورك حرفيا. التايم سكوير بعيد عن هنا مثلا حوالي ربع ساعة 15 minutes بالكتير يعني بالظبط. المفروض ان في اماكن تانية هنروحها
بس انا الصراحه هنهي الفيديو لحد هنا عشان نعمل لكم او نشوف لكم فيديوهات تانية نعملها، يعني يبقى في حاجه تانية نتعمل. ولكن بصوا تحت كده، استنوا عليكم اوريكم حاجه. حبيبي بصور لكم كل حاجه، عمالين نطلع. بعد كده بدأوا الأماكن يبقى عليها شبك زي ما انتم شايفين. بصوا فوقينا بدأت الأماكن كلها يبقى عليها شبك. عارف ليه السبب؟ بس أكيد في سبب من ورا الشبك ده يعني. بصوا الناس بيحطوا التليفون في النقطة ديت، تمام، عشان يبان كل ده فوق. بصوا ده اللي بيحصل. يعني بصوا يصوروا يحطوا التليفون ويبان بقى ايه الفيو كله بالمنطقة دي كلها زي ما انتم شايفين، تمام. فبس يعني ده ملخص الموضوع كله، او ده لخص المكان كله. بصوا تايم سكوير والمباني العاليه هناك كلها اهي زي ما انتم شايفين قدامكم، وحوالينا البرجين او البرج التاني هو قصدي الناحيه اللي طلعناها، ودول برجين هم بيبقوا قصاد بعض. بس دي كانت كل المعلومات الموجوده عن المكان ده الصراحه يعني. ف اشوفكم في فيديو جديد، مش تعمل لايك سبسكرايب، اشوف لكم الاكونت بتاعي على الانستجرام موجود، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.